اقسم بالله يا جماعه الوصفه دي هتبهركم. جربت تحط العسل واللبن في صينيه الفراخ والبط بالبطاطس وكانت النتيجه ريحه وطعم فوق الخيال. خليكم معايا خطوه بخطوه وشوفوا السر بنفسكم. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لو ولادك النهارده ما بيحبوش البط، تعالي معايا وانا اقول لك السر اللي هيخليهم يحبوا البط. في الصينيه دي صينيه الفراخ والبط والرجول بالبطاطس. والسر في ايه يا ام اياد؟ السر في نص معلقه، السر في معلقه عسل ونص مج من اللبن يا بنات. هتبهركم هتبهركم هتبهركم. اهم حاجه اعملي اللايك والاكسبلور. ما كنتيش مشتركه في القناه انزلي ونوريني في القناه. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا يا ولاد، بصوا يا بنات الجمال واللون، بصوا الطعم جوسي كده يا بنات، جوسي. انا ولادي ما بيحبوش البط فكنت لازم اعمل الطريقه دي عشان يحبوها. اهم حاجه تشوفي معايا الخطوات خطوه بخطوه وان شاء الله باذن الله هتبهركم. بصوا بصوا البط يا جماعه، بصوا الطعم. اقسم بالله مستوي. بط سوداني يا جماعه، مش بط ابيض. حابه تعمليها بط ابيض اعمليها، بس ده بط سوداني بلدي. بط سوداني بلدي وفراخ تسمين يا بنات. بصوا الصينيه بتتكلم عن نفسها. كل حاجه طعمها. انا بصوا انا كنت بصور معاكم، يعني كنت بصور لما لقيت الطعم عجبني جدا جدا ما كنتش قادره اقاوم. كملت الدبوسه والله العظيم يا بنات. الطعم ما كنتش قادره، الطعم فوق الخيال. اهم حاجه لو عجبتكم الوصفه وجربتوها اعملوا لايك كتير واكسبلور كتير، وكمان اشتركوا في القناه واكتبوا لي كمان يعني ايه في التعليقات طعمها طلع معاكم ازاي. لما تجربوها كده هتبقى معاكم ازاي. تمام. اهم حاجه يلا بينا بقى على الفيديو عشان اقول لكم عملناها ازاي. بصوا يا حبايب قلبي، انا كنت عندي بطاطس كده مزرعه، كنت شاريها معاكم في سوق الخضار اللي فات، وكان الكيلو ونص ب10 اتنصب عليا. المهم هي كانت فيها نقطه حمراء على انها بطاطس تحمير. المهم يعني عامه كنت جايبه ب 120 جنيه، بس للاسف بقى ايه، طلعت بطاطس ثلاجه. وقلت هنعمل بها الصينيه. لو طلعت معاكي كده واشتريتيها واتغشيتي فيها زي حالاتي كده، هاتيها بيها واعملها ايه صينيه فراخ. نسيت اصور لكم بقى، انا كنت عند ماما وماما ادتني بطه ومرات اخويا ادتني بطه ومرات اخويا ادتني التانية كمان ادتني بطه. فكانوا 3 بطات. فقلنا النهارده طبعا انا ما ينفعش اعمل بطه لوحدها، لان الولاد عندي ما بيحبوش البط يا بنات. يعني ايه بيستتقلوا لان مش متعودين عليه، مش بناكله اصلا عامه. فطبعا ماما عندها دايما يعني اكلهم معظمه بط سوداني وكده وبط بلد وكده. فانا قلت بقى ايه هنعمل الخطوه الجميله دي. انا بعملها عامه الطريقه كلها في الفراخ والرجول، بس انا قلت بقى عشان البط مش بيحبوه وبيحسوا بطعم البط، بس بالطريقه دي مش هيخلوهم يحبوا البط، وفي نفس الوقت كمان ياكلوه وما يحسوش ان هو بط فعلا. تمام. انا جبت هنا فرختين، فرخه وبطايه، وقطعتهم من بالليل كويس وغسلتهم يا بنات ونقعتهم في ليمون وطحينه. الطحينه دي بتشيل اي نوع زفره في البط والفراخ يا بنات. نقعتهم طول الليل في التلاجة في الطحينه والليمون يا بنات بعد ما غسلتهم كويس. تمام. جبت البطاطس بتاعتي بقى وهشرها كده معاكم كويس. طبعا هي زرعت، يعني انا لو سبتها شويه كمان كانت هتزرع في البيت كله وتعمل لنا كده شبكه عنكبوتيه كلنا، وما نعرفش بقى نتكعبل في نفسنا وما نعرفش نمشي في البيت. فقلت الحق البطاطس قبل ما ايه بتتكعبلنا كلنا في بعض. تمام. اهم حاجه ان الفيديو كله كده مرتبط ببعضه، ما ينفعش تسرعي الفيديو لان انت كل خطوه سيبيكي من يعني فقره تقشير البطاطس دي. الخطوه اللي بعدها كل حاجه هنحطها في الصينيه مهمه جدا يا بنات، مهمه جدا جدا جدا. هي اللي هتطلع لك صينيه الصينيه كده بطعم وشكل ولون وريحه خرافه. بس اهم حاجه وصلت لحد هنا اعملي لايكات كتير اكسبلور كتير اشتركي في القناه وما تسرعيش الفيديو، علشان اللي جاي كله تقيل يا بنات. هتشوفوا معايا الوصفه كامله كامله كامله، وما تسرعوش الفيديو بالله عليكم. تمام تمام. طبعا انا هخلص معاكم البطاطس وهمسكها كده اغسلها تحت الحوض واقطعها مكعبات. طبعا البطاطس دي بطاطس ثلاجه، فانتوا بتقطعوها مكعبات دوائر يا بنات. خلوا الدايره تخينه شويه، ما ترققوش عشان ديت بطاطس ثلاجه. لان انتوا لو رققتوها يعني عشان مش بطاطس طازه هتتعجن منكم في الصينيه. تمام. تمام. احنا هناخدها كده على الحوض ونغسلها كويس وهنعملها كده دوائر مع بعض، وندخل بقى على الوصفه بتاعتنا الجامده. بصوا تعالى بقى شوفوا الخطوه بتاعتنا. انا ما ينفعش اعمل صينيه فراخ خالص في الفرن الا اذا تبلتها من جوه. ايه بقى التتبيله بتاعتنا؟ هنجيب بصلتين كبار نضربهم في الكبه مع 4 قرون فلفل احمر حراق يا بنات، حراق. صراحه هو مش هيبقى حراق قوي عشان احنا هنحط طماطم وحاجات تانية مش هتخلي لك اللبن والعسل، مش هيخلي لك هيمتص الحراره. ماشي. عشان لو في حد كبير عندك في البيت وبيتعب من الحراره وكده. 4 قرون فلفل حراقين لان دوت بيدي الطعم حاجه تانية خالص. هتحطوا البهارات بتاعتك بقى 7 بهارات يا بنات. تمام. توم باودر، بصل باودر،
باودر. عندك كمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جنزبيل، حطي معلقه زي ما انا بحط دي جنزبيل كده. قرفه برضو حطي معلقه صغيره. عندك برد بص فلفل احمر حطي. بصي البهارات بتاعتك بتاعت البيت حطي. عندك مرقه هتحطي طبعا مكعب مرقه يا بنات ضروري جدا جدا، برطمان كبير ده يا بنات. الوصفه بتاعت اللي بتخلي بقى اكل كده بيروح لاخر الشارع. لو عايزين الوصفه قولوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم ان شاء الله باذن الله فيديو من الفيديوهات الوصفه البهارات بتاعتي المميزه، كل واحده بقى لها بهاراتها المميزه. تمام. الخلطه الاخيره في البرطمان الاخير ديت خلطه كده اللي هي ايه، فلفل اسمر على كركم على اسمه ده قرفه على فلفل على جنزبيل على ايه كمان يا بنات، والله ما فاكره. هي وصفه حلوه جميله جدا ان شاء الله باذن الله. لو انتوا عايزين الوصفه اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم باذن الله فيديو جميل. اقسم بالله العظيم يعني هيخلي لك الاكل بتاعك وعن تجربه طعم وريحه تجنن تجنن بجد. طبعا احنا هنا البهارات مش ملزمين بيها، اللي عندك حطيه، انا مش هجبرك على حاجه. كل واحده بقى لها بهاراتها يا جماعه، انا ليا بهاراتي بقى. قطعنا بطاطس وغسلناها وهننزل بيها زي ما انا اقول لكم كده في الصاج بتاعنا كده او في الصينيه بتاعتنا. انا جبت اكبر صينيه عندي. تمام. هنرصها رصصان كده بطريقه عشوائيه عادي. لو انت عندك بقى اي نوع خضار تاني عايزه تضيفيه ضيفي. انا بقى قلت خلي البطاطس بس، لان طبعا البطاطس طبعا انتوا عارفين انها زرعت وهتزرع فينا في البيت، فقلت الحقها قبل ما تعمل لنا ايه تكعبلنا كلنا في بعض. فانا ايه هتجيبي كمان بصلتين كبار او 3 وتعمل لهم كده دوائر دوائر كده يا بنات زي الاقراص، سيبها زي ما هي عايزه تفككيها من بعضها هتفككيها عادي. وكمان 4 قرون فلفل برضو هتقطعيهم دواير. تمام. احنا بس حاطين فلفل حراق مع الوصفه الايه البصل بتاعنا. وهتمسكي بقى البط بتاعك والفراخ بتاعتك. كان عندي كمان نص رجول، انا بحب الرجول جدا يا بنات، الكوارع الكدابه اللي بيقولوا عليها، لان لها فوائد جامده كلها كولاجين للشعر وللجلد وللجسم وكل مفيده جدا يا بنات. ما يعني ايه ما تستهتروش بيها. فانا بحبها جدا وباخدها بعمل ساعات مبقاش عندي فراخ ولا اي حاجه، وباخد بس الرجول وبعمل بهم والله العظيم صينيه فراخ صينيه بطاطس بالرجول، بيبقى طعمها تحفه وبناكل منها وبنشبع وبنسلك يومنا. انا هنا ما اعرفش خالص اعمل الفراخ التسمين اللي زي تبلتها كده. ممكن تحط البصل بطاطس زي ما انا عاملاها في الصينيه، بس انا ما ينفعش ما اعرفش والله يا بنات. بعمل فتحات كده في الصدور واغذيها كده بالبطاطس والفلفل الخلطه بتاعتي اللي هي بتاعت البصل ديت، المرطه بتاعت البصل دي. بصوا المرطه ديت بتخلي طعم الفراخ روعه. تعالوا بقى اقول لكم على الفوائد اللي احنا هنحطها. طبعا احنا هنحط حاجات تانية كده في الاخر، اللي هو الوصفة بتاعتنا قايمة على العسل يا بنات واللبن. وهقول لكم ليه بحط لبن وليه بحط عسل، وكمان اللبن يا بنات ايه فايدته في الخلطة دي هقول لكم ليه. وخاصة يا بنات طبعا البطة بتاعتي والفراخ بتاعتي طالعة من الفريزر. انت لو عندك بقى البطة بتاعتك او الفرخة طازة ما دخلوش الفريزر وحطيتي نص مج من اللبن في صينية الفراخ، هقولك بتخلي الفراخ بتاعتك طعمها في حتة تانية. وخليك بقى في السر بس خليكي معايا للاخر علشان اقولك اللبن فايدته ايه في الصينية. تمام. تمام. انا بقى طبعا ايه مش هطول عليكم، هنخلص بس ايه كام ورك كده بوريكم احنا بندخل كده. انا عامله فتحات في الوراك وعامله فتحات في الصدور، وهندخل كل التتبيله فيها كده يا بنات. اهم حاجه ان وانت بتاكلي كده الوراك بتاعتك مش تحسي بطعم الزفاره خالص. كده رصيتها كلها ورصيت الرجول بتاعتي والاجنحه والبطه كلها متقطعه كده رباع، والفرخه بتاعتي متقطعه كده رباع. ورصينا الصينيه بتاعتنا كده بطريقه كده سلسه وجميله. تعالوا بقى نقول لكم على الحاجات اللي احنا هنحطها بقى ايه بتاعتنا اللي هتظبط الصينيه. تمام. تمام. وصلت لحد هنا ما عملتش لايك انا هزعل منك. هاتي ليمونه كبيره وشيلي البذر منها وعصريها على الخلطه بتاعتك كلها زي ما انا بعملها كده بالظبط. اعمليها كده وعصريها، هي ليمونه واحده بس يا بنات ما تكتروش. تمام. تمام. نسيت اقول لكم يا بنات ان الفلفل اللي ضربته في الكلبه قصدي البصل كان بصل وراس توم وفلفل حراق. ما تنسوش يا بنات لان البطاطس محتاجه توم وبصل وفلفل حراق. هنا بقى زيت الزيتون ده روعه روعه روعه. طبعا مش عايزين حموضه، مش عايزين ناكل ونحس ان احنا بنتعب. هتحطي بقى حوالي ايه 4 معالق زيت زيتون كده على الوش. تمام. زيت الزيتون بتاعنا ده مش عندك زيت زيتون حط زيت عادي يا بنات اي نوع زيت نباتي يعني. عندك سمنه بقى او زبده حطي. هنحط برده حوالي معلقتين 3 ميكس كده بين زيت الزيتون والسمنه يا بنات. تمام. عشان احنا ما حطيناش اي ماده دهنيه خالص في الصينيه. بعد ما نحط بقى كده هنحط السر بتاع الطبخه بتاعتنا النهارده. هنجيب نص مج من اللبن وهنجيب بقى عسل. لو انت عندك عسل ابيض حطي، انا ما عنديش عسل ابيض هحط عسل اسود. عسل الاسود فايدته ايه يا بنات؟ هيشيل الحموضه. تمام. هيمتص الحراره من الصينيه. كمان هيدي لون كده يا بنات احنا زي دبس الرمان كده يا بنات. تمام. هيدي اللون بتاعك اللي هو لون الشوي، هيخلي الفراخ بتاعتك لونها اكنها مشويه مش مسلوقه كده في الفرن.
فاهمين؟ انتوا شفتوها في اول الفيديو ان معلقه العسل ديت مخليه الفراخ معاكي كده اكنك انت شوايه. يعني احنا هنشوي ونسلق وكل حاجه في صينيه واحده. تمام. تعالوا بقى اما اقول لكم فايده اللبن بتاعي. اقسم بالله العظيم وعن تجربه انا بقالي سنين ماشيه عليها، نص المج من اللبن بيخلي لك الفراخ، بيقلب لك طعم الفراخ التسمين فراخ بلدي. الناس اللي ما بتحبش طعم الفراخ التسمين بتخلي لك، بص ميكس كده. مش بس هتخلي لك ريحه الصينيه تجيب اخر الشارع، دي اول حاجه. تخلي لك طعم الفراخ التسمين. في ناس كده ما بيحطوش، بياكلوا الفراخ التسمين علف بادي يا بنات، فريحه طعم البادي بيبقى في الفراخ. بقى اللبن بتاعك هيخلي لك طعم الفراخ بتاعتك بلدي، مش هيخلي فيها ريحه زفاره ولا ريحه بادي في اللحم بتاعها. اقسم بالله العظيم وعن تجربه. التجربه انا مجرباها من زمان يعني. تمام. عايزه اقول لكم ايه كمان يا ربي، انا نسيت. عايزه اقول لكم ايه، او خاصه لو الفراخ بتاعتك صبحه يعني ما دخلتش الفريزر. انا مجربه الوصفه دي من زمان، ما اعرفش حد بيعملها زي ولا لا. ولو انا عايزه اقلب اي لحوم مش بلدي لطعم بلدي، انا بحط اللبن يا بنات، بنقعها في اللبن، بتخلي لي طعم البلد الكبده المستورده لكبده بلدي. هنا بقى ايه، هنولع الفرن بتاعنا وهننزل ونغطي، نحط الطماطم بتاعتنا يا بنات على الفراخ. تمام. وهنولع الفرن بتاعنا على تحت، على الرف اللي تحت خالص، وهنغطيها بالسلوفان وندخلها بقى. بس مش هنحط ميه ولا حاجه، هو الطماطم اللي حطيناها وخلاص. وهندخلها تستوي كده مع نفسها. وبعد ما تستوي يا بنات هنطلعها فوق على الشوايه تاخد لون بس زي ما انتوا شايفينه كده. يعني بعد ما تستوي اتاكدي انها نشفت. انا ما بحبش فيها الصلصه تحت، انا بحبها ناشفه. تمام. عشان ما تبقاش تقيله يعني، يعني بصوا مش ناشفه قوي، يعني سنه صلصه بسيطه كده فيها. تمام. وبعد كده بشغل الشوايه عليها وبتاخد اللون بتاعي، اللون الشوي الجميل ده. والله العظيم التصوير ظالمها، والله بجد يا بنات التصوير ظالمها. حتى اللي بيقرف من الرجول يعني وكده ومش عارفه ايه، بس هي مفيده جدا يا بنات، ما تعرفوش منها. الرجول ديت بقى كلها كولاجين، حلوه للبنات وللسيدات وكله. هتلاقيها متحمره هنا. تمام. انا عندي التليفون بتاعي يمكن بغمق التصوير، بس والله العظيم الفيديو ظالم التصوير، يعني ظالمها بجد. شوفوا بقى، عملت معاها حله رز بشعريه كده، وبطلع لكم كده البطاطس وبوريها لكم. طعمها خطير 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 بجد والله العظيم يا بنات. بطاطس مستويه قدامكم اهو، مفيش ولا مكعب بطاطس او دايره بطاطس مهريه، لان انا قلت لكم تخنوها شويه لان دي بطاطس ثلاجه. هناخد ورك بقى. شوفوا البط بتاعنا عامل ازاي، ده بط بقى، مش قدرت افتح لكم الفراخ. شوفوا البط مستوي معانا ازاي، شايفين البط؟ بطه بصوا، انا دقت حته انصدمت والله العظيم انصدمت. طبعا احنا ما بناكلش بط لان احنا مش بنربي بط وما بنشتريش بط، فمن قله اكلنا ليه فما بنجيبوش يعني. بس ماما اديتولي، بصوا اللون، بصوا الطعم، مستويه جدا يا بنات. شايفين البط؟ لو ولادك ما بيحبوش البط اعتمدي بس الطريقه دي وهتعجبك جدا جدا جدا. يا رب الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم. ولو جربتوها قولوا لي رايكم في الكومنتات والتعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. معاكم مطبخ ام اياد العطار علشان يوصل لكم كل جديد مني. واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله.